السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا جواب ومن باب حق الرد مكفول على الدكتور ماجد الوائلي المحافظ السابق لمحافظة النجف الأشرف. البارحة طلع علينا بتصريح حقيقة استغربت وكل النجفيين استغربوا من عنده، لأنه هكذا تصاريح يعني نتيجتها شنو؟ تمزيق النسيج المجتمعي، لأنه من سياسي يحكي على نائب أو هسه هو ناهيك بأنه الحكي ما له صحة أو الكلام بدون دليل أو لكن هو بالنتيجة احنا بغنى عن هذه الخطابات يفترض، لأنه احنا ما محتاجين، لأنه النائب أكيد هذه السلامة اللي طعن بيه وحكى عليه ايضا عند ناخبين اقل تقدير فد 10,000 ناخب. يلا عموما ايش قال؟ انا راح اعول على نقطتين مهمات، ولو كان ايضا المقاطع اللي نشرت اعلانيه مو اعلاميه، اعلانيه فقط. يفترض انا من اقول استهدفني او استهدف الجهه يطلع اكيد اكو لازم دعاوى كيديه وثبتت كيديه حتى نخليها بمكان الاستهداف الباطل. انا هسه راح ارى نقطتين مهمات حتى يقول هذا السلامي غير مستقل، هذا واحد، ويقول هذا السلامي اتخذني نافذه للعداء للتيار الصدري، وهذا ما نبغضه احنا الكلام، هذا يبث العداء قلت بين نسيج المجتمع. بداية يا سيدي الكريم يا دكتورنا العزيز، السيد الصدر ما يمثل أي سياسي بعد سحب النواب مالته، وانت فترة حكمك بأيامها، وأي سياسي أو فساد لأي سياسي بالحكومة العراقية لا يمثل التيار الصدري ولا آل الصدر. هذا عن السيد الصدر الله يحفظه. وإحنا من نريد نسولف لا تخلون الناس في خانة الاتهام. واحدة من الدعاوي اللي اشتكى بها هذا السلامي هي مسألة خان المخضر. خلينا نشوفه عداء بها لو فساد لو هدر بالمال العام للحكومة العراقية ودي أموال النجف. علوة المخضر هذا العقد مالتها 3 صفحات أو 4، بس أنا لخصته بنقاط. علوة المخضر 3 مليارات و200 بس المحلات، كان هاي أرقام دقيقة أنا مسؤول عنها، بس البوابات ب1.5 مليار، مقاول لازمها يطل البلدية 1.5 مليار. البلدية ارتأت قالت لا 1.5 مليار قليلة، لزمتها هي البلدية صارت واردات بس البوابات أكثر من 2 مليار، وعندي أني مكاتب أكثر من 300، يعني 4 مليارات، أكثر من 4 مليارات عائدات علوة المخضر اللي بالنجف. دكتورنا العزيز انطاها المن؟ انطاها مجمع تربوي استثماري. الطرف الاول مدير البلديه السابق، يعني البلديه مساحتها 11 دونم و11 اولك و86 متر، حتى هذا 2 يلتزم الطرف الاول بتسليم الارض خلال 30 يوم، يعني علوه جاي الدر ب 4 مليارات، أكثر من 4 مليارات تعزلها وخلال 30 يوم تسلمها ب40 مليون. المستثمر كل عائدات للدولة ماكو، وهذه الناس هم اللي ما حسبت حساب هالكسبة والحكي طول. هنا مدة الإيجار 32 سنة، هذا بيع 32 سنة مدة الإيجار، والسنوي هم 40 مليون و160 ألف و400 الإيجار السنوي من 4 مليارات. هاي وحدة من اللي هذا السلام اشتكى عليها. وين العداء؟ ليش تسوغونها؟ يعني دائما من واحد يخلي ايده على ملف فساد تقولون حتى تحتمون بهذه المسألة. بريء التيار الصدري، العفو آل الصدر، بريء من هكذا ملفات أبدا. أنا من الناس وكل منصف من يعترض على سياسي لا تسوغوها،
اني انتخبت التيار الصدري وقايلها ألف مرة، انتخبت الشيخ حسن العذاري، لكن انصدمنا بيك دكتور من صرت محافظ للنجف ما سمعتنا سنتين ما طبيت المجمع بيتي ابدا مع كمل. لذلك احنا من وقفنا بعينك وقفنا على مخالفاتك انت، فلا تزوفوها. وبالدليل سأني يقولون البنيه ريحانه ابوها، اني صاحب الركابي منطي بنتي لعائله صدريه قح، وانت تعرفهم وهم ربعه يا دكتور. هذه الخطابات لا تدمرون المجتمع. احنا هسه لازم خطاب تآخي، كراهيه نبغضها. هذه ملفات فساد. النائب هادي السلامي اني من الناس من الزم عليه نقطه اني اول واحد احاسبه. انت من طلعت من تقول لا تطلعون بمقاطع اعلانيه، ثبت. انا من اليوم اقول فلان من الناس قصدني سوى دعوه كيديه ما لها صحه لانه انا، هذا فساد. والسيد الصدر عانى ما عانى من فساد مسؤولين اكثر، لانه واحنا نعول على سيد مقتدى لانه اول ما يضرب المسؤول الفاسد الصدري قبل غيره. لذلك من نسولف احنا مو من باب العداء ابدا، من باب ملفات فساد هدر بالاموال، وهاي ملف واحد، هذا ملف واحد علوة المخضر. ناهيك بانه علوة جديده ولا نريد نفتح ملفاتها كلها، ما عندنا كل مانع. علوة جديده هسه خلي تطلع النزاهه، هو اساسا مو علوة المخضر، يمكن العقد يقول مالتها مخازن خضار، ومخالفات اكو قانونيه ان شاء الله هم نفتح. لكن هذا الخطابات اتركوها. انتم ما مثلتوا سيد الصدر بما يريد، هذا ما يقبل بسيد مقتدى ولا يقبل بسيد محمد. مدينه النجف هذه اليوم كلها تقشف رواتب الدوله، ما عندها على اي اساس 4 مليارات تعطيها ب 40 مليون مده 32 سنه. ليش؟ انت بعد تطلع لي بعد تخليها تحت اطار غير حضاريه، سويها للدوله، سويها حضاريه وخلي مكاسبها للدوله. ليش تعطيها استثمار بهذا السعر البخس؟ هذه الملفات تدافع عنها هادي السلامي، وين العدائيه؟ فكافي خلط للاوراق. في امان الله.